ندخل بقى، كيف كانت الرحلة مع القرآن؟ جيت ازاي؟ والله هو الأمر فضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. هو محض فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى. نعم. وطبعا للوالدين يعني المكانة الأعلى في الفضل على الواحد بعد ربنا سبحانه وتعالى. نعم. والدي ربنا يطيل في عمره كان في شرايط للشيخ المنشاوي نعم. والشيخ الحصري. كان زمان هو اللي هو زي مصحف عبارة عن شرايط في اليمين أيوة. وشرايط في الشمال. صحيح. وكان المسجل والدتي يعني ربنا يطيل في عمرها أيضا، يعني كانت بتشغل لي يوميا الشرايط دي. ما شاء الله. فدي طبعا تركت أثر كبير جدا في نفس الواحد، وكمان يعني ساعدت على النطق الصحيح. ما شاء الله. ودي طبعا فائدة احنا بنقولها للآباء والأمهات، إن سماع القرآن للطفل في الصغر ده يعني يرسخ عنده يعني مقامات كتيرة جدا. ما شاء أول الله. حاجة سماع القرآن، وهو فيه الهداية والتوفيق وفضل ربنا سبحانه وتعالى. جميل. تاني شيء هيتعود على النطق الصحيح من الصغر، مش هيعاني بقى في مخارج الألفاظ أو الحروف، أو يبقى عنده حرف مش مظبوط ويبدأ ينشأ عليه لغاية لما يبقى فيه صعوبة بعد كده بالغة إن هو يغير الحرف اللي عنده فيه لثغ أو ما شابه ذلك. يعني كنت بتسمع وانت كم سنة مثلا؟ ده من مثلا من قبل الابتدائي. ان شاء الله تسمع. من قبل الابتدائي، يعني من سن 5 سنوات كان كنت بسمع على طول. كان ده ليه وطبعا تأثير على النطق الصحيح او؟ ايوه طبعا، وبالذات وبالخصوص اللي هم شيخين يعني من اللي هم كبار القامات في هذا المجال، الشيخ الشيخ الحصري الحصري والشيخ المنشاوي عليهما رحمة ودي الله. برضو النصيحة التانية اللي احنا عايزين نقدمها، ان اول ما تنشأ على السماع اسمع حد متفق على قراءته، جميل. نطق سليم. زي يعني الشيخ الحصري جميل عليه رحمة الله ده راجل متفق عليه بين الجميع، قراءة سوية سلسة فيش فيها تكلف، مخارج حروف ألفاظ. الشيخ المنشاوي عليه رحمة الله يعني يتميز بالخشوع والأداء الهادي والصوت الرخيم. ان شاء الله. وده احنا لو شفنا بقى الناس اللي هم بتوع الأفارقة أو الأجانب أو كده، سبحان الله هم بينشأوا على صوت هؤلاء المشايخ. جميل. ويتلى يعني آناء الليل وأطراف النهار، وبيسمعوا القرآن منهم وبيحفظوه على طريقته. جميل. وسبحان الله اللي يعني بياخد النهج ده والطريقة دي، ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه وفي ألفاظه وفي حروفه ويتقبل